ليس هناك شعور أفضل ولا أجمل ولا أروع من أن تأتي يوم القيامة فتجد لك من الأعمال ما أوجب لك دخول الجنة، بل تجد أن هذا العمل كان سببا لأن تكون في الفردوس الأعلى، بل تجد أن هذا العمل كان سببا في أن تكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. رعاية الأخت، رعاية الأخت الأمر الذي يغفل عنه كثير من الإخوة، يظن أن أخته فقط بأن يأتي لها ويؤمن لها الطعام والشراب، أو أن يزمجر عليها ويغضب إذا دخل إلى البيت، متناسين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو قال 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن واتقى الله فيهن إلا دخل الجنة. وفي رواية: إلا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للسبابة والوسطى. رعاية الأخت أن تشعرها بالأمان، فهي لن تشعر بالأمان مع مخلوق مثل شعورها مع الأخ، حتى أن الأخت إذا تشاجرت مع زوجها تحتمي وتقول: سأذهب إلى أخي، حتى أنها إذا خافت من بشر أو من مخلوق يعاكسها في الطريق تحتمي بأخيها لأنها تشعر بالأمان معك. هي التي رعتك بعد أمك، ولو كان الحنان موجود في مخلوقة غير الأم لكان في الأخت. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: إذ تمشي أختك وقالت لأخته قصيه. الأخت أخي في الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرعى الأخت لما رأى في السبي أخته الشيماء بنت الحارث وهي أخته في الرضاعة، قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي، فشفعت للسبي وكانوا 6000 شخص فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. إكرام الأخت. من إكرام الأخت ما فعله سيدنا جابر عليه رضي الله عنه لما تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله إن لي 6 أخوات، توفي والده وعنده 6 أخوات يريد أن يرعاهن، فاخترت الثيب يعني المتزوجة، امرأة أرملة أو مطلقة، حتى ترعاهن وتجمعهن وتمشط شعرهن، أريد أن أرعاهن، وخشيت أني إذا تزوجت بكرا يعني بنت بعد من لم تتزوج قبل الآن، خشيت أني إذا تزوجتها أن تدخل بيني وبين أخوات وأنا أريد من يرعاهن. انظروا إلى التضحية من أجل الأخت، فلها حق عليك لأنها ستكون سببا لك يوم القيامة ليدخلك إلى الجنة. من حقها عليك أن تتقي الله فيها فتنصحها، أن لا تراها قد قصرت في حق الله في صلاتها أو في لباسها أو في حشمتها فتتغاضى عن هذا الأمر. لا، عليك أن تنهرها ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. عليك أن تقدم النصيحة لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. احذر أخي في الله أن تكون غاشا لأختك، احذر أخي في الله أن تكون أنت سببا في التفريط بعرض أختك. عليك أن تحفظ عرض أختك، تحفظ عرض أختك بأن لا تنظر إلى النساء، لأنك كلما نظرت إلى امرأة سيأتي من ينظر إلى أختك، وكما تدين تدان. كلما لمست امرأة سيأتي من يلمس أختك، كلما فعلت ما هو أعظم من ذلك مع امرأة سيأتي من يفعل ذلك مع أختك إن لم تتب، وكما تدين تدان. وفيما يروى عن الشافعي رحمه الله في هذا المقام: عفوا تعف نساؤكم عن محرمي، عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء بأهل بيتك فاعلمي، من يزني في قوم ب2000 درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، من يزنى به ولو بجداره لو كنت يا هذا لبيبا. فافهمي، احفظ أختك وحافظ عليها حتى تكون سببا لك بدخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.